فلسفتنا من المتشابهة هي أساس التعاون، اللعب التموضعي والاستحواذ، وتكنيكات الكرة الحديثة هي أساس العمل سويا. سوف نعمل جاهدين لتخطي هذه المرحلة مع اسم ونادي كبير وعريق في أسبانيا. دي كانت أولى الكلمات اللي اتقالت من هانز فليك بعد الوصول لاتفاق مع جون لابورتا مدير نادي برشلونة كاتالونيا. كاتالان نيوز كانت هي المصدر الأساسي للمؤتمر دوت. بعد طبعا ما وصلوا للاتفاق لأن هانز فليك يتولى الإدارة الفنية لنادي برشلونة، المقاطعة الكاتالونية والنادي الأكبر والأعرق في أسبانيا. مساء الفل عليكم، يا رب كل الناس بصحة وبخير، وحلقة جديدة من حلقات كلمني كورة. حلقة النهاردة بقى مختلفة شوية، وقررنا أنا وزميلي وأخويا وصديقي فيها نطلع من عباءة الكرة المصرية. وده طبعا كان بناء على طلب أولى الداعمين. طبعا احنا ما بننساش تعبكم ولا وجودكم معانا، وده أولى خطوات نجاحنا، إن احنا دايما كنا مستنيين دعمكم وآرائكم وكومنتاتكم على الحلقات. وجالنا أول كومنت من صديقنا وصديق الحلقات ومتابع حلقات كابتن نوث أو أستاذ نوث. مساء الفل الأول يا كابتن. مساء الفل. عامل إيه؟ أخبارك أنا إيه؟ الحمد لله. وأنا أول دايك مثلا الناس طبعا متابعينا في وقت طبعا على طول بيتابعونا، ويعني نتمنى طبعا الحلقة دي برضه تكون أفضل من اللي فات زي ما بنقول على طول كده إن شاء الله. تلبية بقى كده سريعا، تلبية للآراء اللي جات لنا. الحمد لله احنا كنا منتظرين الآراء تيجي بفارغ الصبر، لأن دي انت جيت فاجئتني يعني. انت فاجئتني لأن أنا كنت جاي عامل حسابي إن ممكن نتكلم يعني وزمالك السوبر مش عارف إيه. جيت أنت فاجئتني قلت لي النهارده حاجة مختلفة كده في السؤال بعدين قلت لي خلاص لما نسجل على طول قلت لي اللي بتاع. احنا بالنسبة لنا دايما الجمهور هو الداعم الأول، وهو ده بقى الحراك، يعني ده اللي بيحركنا، ودايما رغبتهم هي رقم واحد. واحنا اكدنا عليها كده، واكدنا عليها. اي كومنت فعلا هيجي لنا هيقول لنا انا عايز اتكلم في الموضوع الفلاني في الكوره ايا كان، مستوى لعيب معين، مستوى نادي معين، الكلام ده كله يعني هننفذ له طلبه على طول، ويعني هنتكلم فيه ده ما فيهاش نقاش يعني. جالنا كومنتات وكانت اولى بقى الكومنتات بقى دي حاجه هتعجبك قوي. جالنا كومنتات من استاذ نور فخري صديق ومتابع الحلقات. طبعا بيسلم على كابتن شيحة، بيقول الله ينور يا كابتن شيحة، اخويا وصاحبي حبيبي ان شاء الله اجمد يوتيوبر باذن الله. طلبوا بقى يا رب تتكلموا عن الكره الاوروبيه وبالاخص برشلونه. تمام، هانز فليك وهل هيعيدوا من الامجاد؟ وطبعا هو بيقول انت عارف احنا كمشجعين لبرشلونه شفنا وقسنا كتير من بعد بيب جوارديولا، دي حقيقه. فحلقتنا بقى النهارده يا ريس مختلفه شويه، طبعا برشلونه وهانز فليك. هقول لك انا افضل الموضوع يعني كاتيجوري كده وشويه اسئله. شايف الفتره اللي فاتت كانت في برشلونه كانت عامله ازاي تمام من بعد بيب جوارديولا، والفتره اللي جايه هل هيبقى فعلا هيستعيدوا سلسله الانتصارات والتربع على عرش اسبانيا زي قبل كده ما كان بيحصل مع هانز فليك ولا لا؟ هانز فليك انت عارف طبعا يعني انا هحسب لك طبعا الحته دي وهكمل من ورا منك. مدرب الماني، فعايزين كده نعرف بقى هل المدرسه الالمانيه هتتوافق مع المدرسه الاسبانيه في طريقه اللعب في اوروبا؟ وانت عارف طبعا انت كنت لسه اصلا بنتكلم الحلقه اللي فاتت على برشلونه، وان انت طريقه لعب برشلونه القديمه وانت قعدت برشلونه جوارديولا دي كانت عامله لك هيس في دماغك. لا دي انا هذا اللي بتاع كله انا يعني بيني وبينك هي كانت قطعه الكوره. انا دي الماتشات دي بتمتع بيها بس ما بعملش حاجه ثانيه في حياتي. انا يعني عشان اكون متفق معاك فعلا هي الكوره دي الناس استلمت على فرقه في السنين الاخيره يعني في الحقبه الاخيره دي احنا ده الفريق اللي متعنا كوره كلها. شفنا الكوره الحديثه من خلال اللعبه دي
من خلال بيب جوارديولا وتيكي تاكا في تطبيقه مع برشلونه. طبعا. شايف المدرسه الاسبانيه والمدرسه الالمانيه هيبقوا عاملين ازاي مع بعض؟ وميوصل البوست طبعا بداية كده بحيي نور طبعا على الكومنت اللي كتبه، يعني بشكره طبعا على الكلام الجميل، وشكرا ليه نقول بقى رائع يعني اكيد طبعا لازم نقول له الشكر. لكن انا بالنسبه لي انا يعني ما اقدرش احكم، ده نبدا بيه كلام، ما اقدرش احكم واقول لك ان هي هتمشي ولا. انا ممكن اقول لك هانز فليك كمدرسه هو المدرب عامل ازاي. يعني يمكن انا اول اللي جه برشلونه عموما قلت المدرب ده فعلا مدرب الماني ما حصلتش كتير في برشلونه، هل فعلا زي ما انت سالت السؤال بالتحديد هيمشي معاهم، الدنيا هتبقى عامله ازاي؟ هانس فليك مع بايرن ميونخ لو تاخد بالك هو كان مثلا بالنسبه له اهم حاجه عند اللعيبه هو بالنسبه له البدني، الشق البدني والضغط العالي والاندفاع الهجومي للفرقه، وان الفرقه مهما كانت في ارض الملعب النتيجه عامله ازاي هو بيلعب لاخر دقيقه بنفس القوه وبنفس الافكتيف بالنسبه له بنفس الفعاليه. دي مدرسه هانس فليك عموما. لو تلاحظ مثلا التطور البدني ليفاندوفسكي من اللعب معاه بايرن ميونخ وبيلعب معاه حاليا في برشلونه، يعني هنا وهنا شوف الاختلاف بدنيا هو عامل ازاي. لا شوفوا لما كان في التطور بدنيا في بايرن كان وصل لمرحله عامله ازاي من الكثافه العضليه، وحاليا بعد ما مشى من بايرن ميونخ حاليا دلوقتي عامل ازاي. يعني فاهم قصدي؟ كان في جوريسكا تقريبا برضه نفس الكلام، حصل له تحول برضه كبير جدا في بايرن ميونخ، فهو واضح ان هو كوتينيو نفسه لما وصل بايرن ميونخ. وده من الاسباب اللي يمكن اثرت على مستواه في الاول لما بايرن ميونخ تحس ان هو تقيل شويه، وده لعيب مهاري تحديدا ما ينفعش غير برضه الوصفات اللعيبه الثانيه يعني. فانا بشوف ان هانس فليك عموما بيعتمد على الضغط العالي بقوه كبيره جدا، وبيعتمد باساس الضغط العالي على مين؟ رقم 6. رقم 6 هو اللي بيطبق له الضغط العالي دايما، وهو مفتاح تطبيق الضغط العالي بالنسبه له هو رقم 6. عشان كده هو لعيب دايما مهم عنده جدا، الى جانب القوه البدنيه، الى جانب زي ما بقول لك الفعاليه الهجوميه القويه للفرقه، ودي موجوده في المدرسه الالمانيه. ويمكن احنا كلنا عارفين طبعا الماتش الشهير بتاع البرازيل والمانيا اللي خلص بسكور كبير جدا، فاهم؟ كان كارثه بالنسبه للبرازيل طبعا على ارضها وسط جمهورها. لكن كان ماكينات الالمانيه المدرسه الالمانيه لا ترحم. انا كسبان 1 هكسب 2، كسبان 2 هكسب 4، كسبان 6. فده اللي موجود. مش هنقول ان هانس فليك بس، لكن هو دي طبعا فلسفته بالطبيعه يعني بما انه الماني يعني. فيمكن هي دي الحته الاولى اللي موجوده لهانس فليك صريحه جدا يعني. حتى يمكن اول ما وصل برشلونه تلاقي السوشيال ميديا اشتغلت ايه؟ تدريبات برشلونه في الجيم، تشوف تدريبات لاعبي برشلونه مع يعني حتى العناوين كده تبقى كده تابع عملنا تدريبات هانس فليك والحصص التدريبيه للاعبي برشلونه كلها في الجيم، وكلها شغل بدني قوي جدا. يعني انت فاهم مثلا هو لازم عنده كده، لان هو بص اقول لك حاجه معلش انا برضه هو عنده الفكره ده ليه؟ لان احنا دايما اتكلمنا في كده الكوره حاليا بدنيا، احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت كلها وقلنا البدني بيفرق ازاي دلوقتي في مستوى الفرقه، بيفرق قوي يعني بعيد عن فنيات. واحنا دايما بنتكلم ونقول الفنيات واللعيبه امكانياتها ايه والوضع التكتيكي في الملعب ايه والمدير الفني بيقدم ايه الفرقه، لا البدني مهم جدا جدا جدا. هو بالنسبه له بيبص على حاجه تانية جدا مهمه جدا، الاصابات لما بتيجي اللعيبه، انت لما بتحافظ على الشغل البدني بتاعك، بتحافظ على المستوى الفتنس عندك، ده كله بيحميك من الاصابه، وده موجود كله في العالم حاليا. انت ايه الدراسه دلوقتي بقت الطب الرياضي عموما او الحته دي، ان انا ازاي اتفادى حدوث الاصابه، مش ازاي اعالج الاصابه بعد حدوثها. يعني انت فاهم اصلا طبعا التطور موجود ما في الكفايه ان انا اعالج الاصابات بشتى الطرق المختلفه دلوقتي، لكن هي الفكره كلها ان انا امنع حدوث الاصابه الى اي مدى اقدر اعمل كده، فده بيفرق جدا. فهو بالنسبه لهانس فليك ده مهم جدا. وعموما في برشلونه في لعيبه كتيره جدا للاسف اصاباتها كتير، منهم انش فاتي، منهم بيدري، واللعيبه دي مهمه جدا، اللعيبه امكانياتها كويسه جدا. عايز احافظ على واحد زي لامين يامال برضه نفس القصه، وتحس ان هو جسمه برضه ضعيف نوعا ما شويه، محتاج ان هو يبقى الامور البدنيه عنده احسن. فهو بالنسبه له ده بشكل عام هو ده هانس فليك يعني. هي دي فلسفته شويه. الضغط العالي مهم عنده جدا، قلت لك بيستغل فيها رقم 6 ده كان بنستفيد فيه احنا معانا يعني الحلقه شويه، لكن اديتك يمكن رد كده ايه عن يعني المنظور الفني او الشكل الفني اللي هو بيحب يطبقه يعني، واكيد ممكن يجي يطبقه مع برشلونه يعني. فانت مثلا شايف بدايه برشلونه في الدوري كانت عامله ازاي، وهل هو طبق الكلام ده؟ مين اللعيبه المميزه؟ انا بشوف برضه يعني قبل ما نسيب الكلام ان السكواد بتاع برشلونه قليل كتير جدا طبعا عن السنين اللي فاتت، ده طبيعي، واكيد هيشكل صعوبه لهانس فليك ان هو يعني يطلع منه حاجه كويسه. بص شيحة، احنا هانز فليك زي ما قلت لك عنده تحديات كبيره قوي. تحدياته
انا بصراحه يعني ساعات بشفق عليه. هو في بعد ما وصل الاتفاق مع جون لاغورتا هو اصلا كان حابب ومتارجت برشلونه. تاريخه وبدايته يعني احنا اكيد ناس كتير عارفاه وسنه قبل توصل لتاريخه، بس احنا هنتكلم من اول ما ابتدى من بايرن ميونخ، وطبعا من بايرن ميونخ على المنتخب الالماني. الراجل ده ما شاء الله الثقل عنده، ثقل الحته اللي انت اتكلمت فيها، حته الضغط والهاي بريس، واخدينها من المدرسه الالمانيه من جواكيم لوب من ايام ما كان فعلا مدرب في المنتخب الالماني، وبانت قوي في تطبيقها واستراتيجياتها وفي تطبيقها على الارض مع بايرن ميونخ. فدي كان بايرن ميونخ كان في التوقيت ده بياكل الاخضر واليابس، صح، بيدوس على وش اي حد. صح. ولو تفتكر كان عامل جرح في برشلونه جاي من 8-2، انت اكيد فاكر في دوري ابطال اوروبا. فتقريبا الجرح ده العشرة في الكوره، الجرح ده هو اللي مخليهم لحد النهارده مش قادرين ينسوا الموضوع. عشان كده كان هانز فليك على اولى الترتيبات المدربين اللي ممكن تيجي بعد تشافي. مش هنخوض في تشافي دلوقتي، بس بنتكلم ان هانز فليك طريقه لعبه الالمانيه زي ما انت ما قلت، الهاي بريس، البوزيشننج، تمام. ومش مش هتكلم على ان هو دايما هيعتمد على الاطراف، لان اعتماده على الاطراف هيبقى دايما نابع من مركز 6. هو مركز 6 هو مش هو لوحده، هو ما بيفكرش في الموضوع لوحده. هي المدرسه الالمانيه، هو المحارب بس. المدرسه الالمانيه بكافه اشكالها، سواء بقى هانز فليك، هتبص هتلاقي يورجن كلوب، مدربين كتير المان، هم عندهم اللاعب رقم 6 ده هو المحرك الاساسي للفريق. هو كانت الفتره الاخيره دي بيتكلم انه بيفكر يجيب كيميتش، ان كان كيميتش على رادار برشلونه رقم 1. هو تألق في المركز ده، وخلي بالك ان هو اصلا بدأ بكرايت الراجل ده كيميتش طبعا، بس هو كيميتش ابدع قبل في النص. زيد عليه بقى ان كيميتش اصلا مقروض في المانيا، ما اعرفش، ما تسالنيش ليه، يعني هم فعلا بيرفضوا النعمه. يعني هو كيميتش في المانيا ما تفهمش اي مشاكله، بس لو راح في برشلونه مع طريقه تطبيق فكر هانز فليك في الاستحواذ والتموضع واستلام الكوره وتسليم الكوره والترحيل من حاله الهاي بريس، ان هو دايما بيعمل هاي بريس من تلت نص ملعب، فهيبقى هو المحرك الاساسي للفريق. هو مضطر دلوقتي بيلعب بطريقتين لعب، تمام. بادئ الدوري الاسباني مع برشلونه ب5 ماتشات، ال5 في المارك، فده في حد ذاته نتيجه محترمه جدا. ال5 ماتشات كانوا 4 ماتشات فول مارك، 5 ماتشات كسبهم 15 بونت، ما جاياش ولا ماتش، وفيهم ماتشات تقيله، يعني فيهم زي ريال، فيهم اتلتيكو مدريد، فالنسيا، فيهم فالنسيا، في ماتشات كسبان فيها 4، في ماتشات فيها كسبان 5. انا حتى بالي منه في النتائج نوعا ما لما اتفرجت على المنافسات، يعني لان انا بتابع الدوريات كلها ساعات، ما بشوفش الماتشات طبعا، بشوفهم المنافسات كده. الكومباك، الفرقه بتعمل كومباك، وهي دي يمكن الحته اللي قلت لك في الاول، انا بلعب من اخر دقيقه، الفرقه روحها ما بتنزلش ثانيه، انا نفس الريتم بتاعي، ريتم عالي هيفضل عليه من الدقيقه الاولى للدقيقه 6. ده صعب على فكره، ده صعب، خطر، صعب جدا، خطر. لان مش كده بقول لك، هو بدنيا بيشتغل اصلا قبل اي حاجه، قبل ما يطبق الفكر ده، ان اللعيبه كلها بدنيا تبقى فول مارك. زيد عليه الحته بقى اللي انت لسه بتقول لي عليها، ده من ضمن التحديات اللي انا بقول لك عليها، واكد على كلامي ان سكواد برشلونه من بعد الجيل اللي فات. طب ما تقول لي ايه رايك في اللعيبه برضه هنا، ان ده اكيد المدرب مهما كان، مهما اتكلمنا عليه وحبينا نشرح للناس، احنا شرحنا فلسفته طبعا، بس مهما حاولنا نشرح فلسفته هنقول هيطبق ايه، زي ما انت عارف فكري دايما، يعني انا كان يجيبك شويه، بس انا بقول المدرب طبعا مهما كان الادوات عنده ضعيفه شويه، صعب ينتج منها. مدرب قبل اي حاجه شخصيه، هو شخصيه قويه، شخصيه تقدر تنتج، فهو شويه وفلسفته معقوله خلاص. طب انت التولز زي ما انت بتقول، الكلمه المحببه الى قلب دايما من اللعيبه دي. والله انا بشوف ان السكواد اللي معاه زي ما بقول لك هو التحدي في السكواد اللي معاه. انت ما عندكش لعيبه تشيل دلوقتي الفريق، غير ان انت معاك اساسيين 4 أو 5 لعيبه، تمام، فيهم كارثه تاريخيه اللي لسه كانوا بيتكلموا عليه امبارح بعد ماتش موناكو، الاستوديو التحليلي بتاع بين وكابتن ماتريكا، تريشتيجن. ده ان هو حصل له انه تعرف مشكله غريبه، يعني ده هيقدر ان هو من سليفه نوير، انا اسف معلش، 85 ماتش 98 جول، ما هو من سليفه مانويل نوير لانحدار كبير جدا. وبعدين مثلا الناس بتتفرج على الجول التاني بتاع هناك، غريب، الراجل شايته قوي جدا، بس شايته في وشك عندك،
يعني انت ايه تحس ان هو نزل يعني تحس ان هو نزل عمل الكوره كده ان هو معاكس اتجاه في جون يعني شوف عفيه غريبه بين لا غير على ده هي في وشك يعني ولا جت يمينك ولا شمالك هي عنده فهمت فلا مش زائد حاجه تانية يمكن اقولها لك انت عايز كل كوره تلعبها برجلك خطا. طب ما انت يعني للاسف دبست الفرقه في طرد صريح يعني انت لبست الفرقه في طرد صريح واللعيب لا ينام فاضي دي من انا فاهم ومصر انه الباص يعني هو عمل دي وبرده بيباصي بعديها. طب انت ضمن باريسكو في الفتره دي هو مستواه وحش جدا سيء ويفضل ان هو كابتن فرقه فانا اعتقد برده اهتزاز مستواه ده بيأثر اكيد على بقيه اللعيبه ده هيبيعوا بس انت ما تعرفش ده لو اتباع هيجيب له ايه وهيبدل مين مكانه. لا المستوى غريب هل هو بيلعب برده هو ما يمكن اصلا عايز يمشي او شايف الاوضاع في برشلونه فريق في مستوى معلش مع احترامي يعني مش ازاي مستوى كده. لا انا بقول هو يمكن هو كان على الاقل اللقاء يعني في مستواه اللي هو المعقول يتعرف عليه شويه هو بدا ينزل اخر سنتين ثلاثه تحديدا زياده يعني فاهم قصدي. هو ما كانش كده برضه يعني برضه اختار من حقه واقول لك هو من خليفه نوير اللي هو يعني حارس اسطوري برضه نوير في حراسه المرمى لا يعلى عليه يعني كامكانيات المستوى هزيل جدا دلوقتي فاكيد ده برضه الحاجات اللي بتبقى برضه ايه النفسيه او اللي يكون بيلعب مش مرتاح او مش عارف او نخلي مثلا فرقه زي ما احنا قلنا المرحله الانتقاليه اللي عدت بيها بعد جوارديولا دي بدات تاثر عليه شايف ان الوضع مع الفرقه مش قادره وهو مش هيقدر يشيلها انت فاهم قصدي. برغم ان انت المفروض ككابتن فرقه وجول كيبر بيبقى ليك دور مهم يعني زي ما بيتقال انت نص الفرقه والكلام ده فما بالك لو انت بقى كابتن زي الشناوي مثلا مع الاهلي تحفيز اللي هو الشناوي مع الاهلي مثلا له دور كبير طبعا في ماتشات كتير وبطولات افريقيا اللي الاهلي بياخدها من البدايات كان ساعات الفرقه بتبقى في بدايات بطولات افريقيا معروفه الاهلي يعني ده بس عشان مثل كده كان هو اللي شيء مظبوط كلام. فهو لازم كان يبقى له دور اكبر من كده يعني. لكن كلمني شويه عن اللعيبه بقى انت معظم اللعيبه عندك سكواد يعني 70% سكواد لعيبه صغيره شباب جدا. انت بتتكلم عن انت عندك بدري عندك كوندي مفيش لسه طبعا لسه انت اصلا اللي عندك من الاكاديميه لامين يامال ده انت مطلعه الاكاديميه يعني ولولا دي هو اصغرهم سنا وابرزهم اداء لانه فعلا انت لو كنتش طلعت اللعيب ده فعلا اللي هو ايه انت تاتي ريال من الشاشه تشوف ان انا بلعب على كارت ويكسب وما يكسبش فانت لما طلعته ونجح معاك هتضطر تعتمد عليه ورافينا هيروح فين. انت دلوقتي بقى عندك الاساسيين رافينا لامين يامال اللي هو نبيسكي كويدي من تحتهم خط الظهر انا ما بشوفش فيه لعيب بارز يقدر يشيل. انا بالنسبه لي مثلا انا كوندي ده نفسه ما بشوفوش ان هو ده الباك رايت بتاع برشلونه برضه فاهم يعني فاهم الفرقه برضه يعني عشان نبقى واضحين مش تقول لا يعني انا مثلا وانا بتفرج على ماتش من هيك فكره ان هو ده الماتش اللي انا اتفرجت عليه كامل الماتشات الدوري الاسباني ما اتفرجتش عليه انا عشان نلعب طبعا الطرد من بدري فده لا بغض النظر عن الطرد في مشكله في الحته الفنيه اللي كنت لسه هتكلم معاك فيها بس سيبني كام يعني انا بشوف ان الفرقه مش تقيله مش ده تقول فرقه برشلونه عارف لما باجي اقول البارسا انا النهارده هتفرج على البارسا لا بتبقى مستني حاجه مفيش لا عارف اللي بتستني حاجه مش هشوف حاجه وانت بتحس من خلال الاداء وان خلال الفريق بيقول لك مش تقيل انت مش هتحس ان الفريق ده هيوريك حاجه تمتعك او هيوريك حاجه ممكن تلمحها تشوفها غير ان انا زي ما بقول لك يعني هو يمكن لامين يامال شخصيته كويسه جدا انا بالنسبه لسنه ما شاء الله يعني كويس جدا 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 وبعدين خلاص بقت الحته عنده اللي هو دخل ال 18 دخل لقلب الملعب 80% جون فدي مهمه جدا يعني ومن اي زاويه وساعات يحطها في الضيقه وساعات يحطها في البعيده وبتاع فمميز ولسه ممكن هيزيد بس يعني هل لامين يامال في السن ده برضه قادر على ان هو يعمل ان يشيل برشلونه؟ لا معلش ميسي في طبعا كان كبر شويه بتاع ميسي في اواخره ما كانش قادر يعمل حاجه للفرقه في ظل ان معهوش برضه الفاسيله اللي جنبه كان جنبه عباقرة زي ما احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت يعني قلنا جنبه عباقرة في الكوره فكان هو كمان موهبته بقى بدل ما تديك مثلا 100 ضعف تديك 500 ضعف. طبعا انت ماتش امبارح موناكو اللي دي من ضمن التحديات اللي انا كنت هقول لك عليها ان هتقابل هانز فليك الدوري زي بطوله دوري انت كده بس هو معلش بدون قطع كلام موناكو فرقه برضه متواضعه فنيا يعني ده انا عليك ربنا ما غير بقى عليه العيب اللي ظهر عندك في انك لما بتلعب بطريقه 4-2-3-1 وساعات بتغيرها ل 4-3-3 دي اللي كانت هديك مثال بقى على ارض الواقع دي اللي كانت بتواجه ساعات برضو الاهلي فيها مشاكل مع موسيماني
4-2-3-1 مع هاي بريس بتقدم عالي من خط الظهر لحد منطقه نص الملعب سهل جدا تتضرب ببساطه طويله، وده اللي حصل من موناكو. كان بيحسن اغلب الكوره من عمق الدفاع ده اللي حصل مع مننا حرفيا من بين اتنين. بالظبط، اي حد جاي من ورا مقدم فرقتك في الامام بتاعت لا ضرب لحد نص الملعب. تمام، هم حاطين المهاجم الاسمرين بتاعهم اللي هو اللي جاب الجون التاني امبارح، واقف مع اسر مدافع من برشلونه، واقف معاه كرة اتخطفت بباص غلط من رافينا، نقلت باصتين، باص من النص للاعب الوينج، والوينج قام رامي على طول ثرو باص التشبايه في قلب نص الملعب، واللاعب انفرد بنص الملعب. فده تحدي كبير لان انت بتواجه مشكله في 4-2-3-1 في الترانزيشن ديفنس. هو بقى يعني هقول لك حاجه، انا عارفه ان هانز فليك بيحب ال 4-3-3 لما بتحول 4-3-3، وعشان كده دايما بقول لك هو بيعتمد على رقم 6 دايما. اما لما بيلعب 4-2-3-1 ما هي دي المشكله، هو مضطر ان هو يلعب 4-2-3-1، ولكن هو احسن له يلعب 4-3-3 او بيلعب 1-6، ده اللي بيبقى واقف قدام الاثنين بس فيه زي ما احنا قلنا في نفس الوقت. الله اعلم ان سيدنا برشلونه ماديا، ما هي دي المشكله، ما دي مشكله معروفه يعني برشلونه ماديا بقاله فتره ما يقدرش يجيب صفقات. ده جاي المزاج يعني. هانز فليك هو حابب الموضوع وقابل التحدي على كده. احنا اللي هو في المؤتمر الصحفي بعد كلامه مع زون لابورتا، هو حابب في كاتالان نيوز دي بيعتبر صحيفه وموقع من اكبر المواقع اللي بتتكلم على برشلونه والاخبار بتاعت كاتالونيا. ده انا شايف ان هو بيتكلم عن ده تحدي وانا جاي وعايز. ايوه، ما مش المشكله، مش بكلمك برضه اسلام في ايه ان انا تحدي وعايز، ما انت عايز ما فيش مشكله، بس انا برضه ما عنديش الامكانيات العاليه. معلش يعني انا مثلا هي لعيبه كمان بتتصاب كتير. انا عندي واحد زي بيدري ده، هو كان هيعتمد عليه. بيدري دلوقتي للاسف زي ما انت قلت 4-2-3-1 وبيضطر يلعب بيدري تاني في نص الملعب. بيدري هو كان لما يجي يلعب 4-3-3 لا هيلعب بيه من الثمانينتين بالظبط، لكن لما بيلعب بقى بيلعبوا في الان لان هو خلاص بتفقد اصلا خطورته. وبعدين بيدري اصاباته كتير، وهو عشان كده بقول لك هو مهتم جدا في برشلونه حاليا. اول حاجه يوصل لها العامل البدني، ان الفرقه كلها تبقى واقفه على رجليها بدنيا بشكل كبير، لان اصاباتهم كتير واللعيبه مؤثره. يعني انت عندك انس فاتي ده من ساعه ما ظهر في برشلونه ما بيلعبش تقريبا. بالظبط، كان بيلعب ب3-4 ماتشات ويتصاب ويقعد، ولسه شاب صغير وهيبقى عن رافينا. بالظبط، وبيدري نفس الكلام. جافي لسه راجع، رافينا ناحيه جافي لسه راجع، يعني جافي كويس برضه ولسه راجع كان مبشر. فزي ما كنت بقول لك يا اسلام، هو الراجل ده بيحب ال 4-3-3، لكن هو مجبر زي ما انت بتقول على 4-2-3-1 اللي هي اصلا كشفاه وكشف الدفاع بتاعه، بما انه هو برضه بيطبق بيها الهاي بريس عموما زي ما انت كنت بتقول. فهي فكرته دلوقتي ان هو انا كان في لعيب للاسف اسمه طار من دماغي دلوقتي، جاله رباط صليبي. مين؟ لعيب شاب نسيت اسمه للاسف، لان هم اسمهم كلها جديده على الواحد فبيبقى برضه اسمه طار مني يعني. لكن لعيب شاب جاله رباط صليبي وكان بيلعب في رقم 6 وكان مبشر جدا وكان قامته طويله كده. انا مش فاكر اسمه يعني، انا عارفه بس مش فاكر اسمه فعلا دلوقتي. لكن هو اللعيب ده كان بدأ شايف ان هو مبشر وشايف ان هو ده اللي هيلعبه رقم 6، ومن جنبه بيدري واولمو. في جافي وفي جارسيا. لا انا مش جافي لسه راجع من الاصابه اصلا. انا مش بتكلم في كده، مش فاكر اسمه حاجه جارسيا ممكن تقريبا. لا تقريبا اسمه حاجه جارسيا ممكن تقريبا، بس انا مش فاكر اسمه فعلا. بس اكيد اي حد بيتابع برشلونه هيبقى عارفه يعني، لان هو لسه جاي له رباط صليبي يعني قديم. مطبق 5. انا بقول لك هو كان بيعتمد على الراجل ده رقم 6 وبيلعب من جنبه بيدري واولمو تألق معاه في الماتشات اللي لعبها، لان اولمو نفسه اتصاب برضه وحتى ما لعبش ماتش موناكو. فاولمو كويس جدا وعنده برضه الفينشنج كويس والدريبل كويس، بقى بيعمل استحواذ. اهم لاعب في نص الملعب دي يونج. ايوه، ما هو فرانك دي يونج اصلا هو محتاجه. ناس كتير قوي قالوا ان هو ممكن يستخدمه في رقم 6 اللي هو عايزه دي، بس فرانك دي يونج هو محتاجه ورا فين؟ ورا يلعبه في السنتر باك، لان السنتر باكس في برشلونه انا مش شايف برشلونه عموما خط الخلفي كله بالنسبه لي بقى الصراحه. خط الخلفي كله لبرشلونه ما فيهوش الثقه خالص بتاع ان هو ده برشلونه. مفيش حد بيعرف يطلع بالكوره يعني. انا شايف ان عشان تحط دي يونج ورا ده مع اللعيب ده انا مشفتوش. حتى جارسيا ده انا سمعت بسبب اصابته الرباط الصليبي، لكن لما قريت عنه قريت ان هو كان طالع مخصوص يلعب رقم 6. ودي اللي انا بنأكد عليها، ان هانز فليك هو بيحتاج قوي اللعيب ده، ومن جنبه يلعب ب2 8
عندهم الاستحواذ عالي في الكوره زي ما انت بتقول. اللعب اللي هو ايه اللي انت قلته في اول حلقه في المقدمه، لعب الاستحواذ، مين اللي هيقدر يعمل الاستحواذ ده؟ كان بيدري واوري، وبالفعل الاثنين عندهم الموضوع كويس جدا يعني. وكان بيلعب برافينيا ومثلا لامين يامال الناحيه الثانيه وليفاندوفسكي، يعني هم دول الثلاثه اللي قدام، يعني على قصد ده النص وقدام. ماشي، ما انت متأسف اصلا كان يمين بوجود لامين يامال في ناحيه اليمين، هو اضطر يحط. لا وعلى فكره ولا يعني متعلق، لا رافينيا متعلق معاه مفيش ماشي، بس هو في رافينيا شمال. لا بس بيلعب مع البرازيل. لا مين قال؟ لا بيلعب مع البرازيل ساعات شمال. لا بس بيلعب بيأدي فيها كويس، وعلى فكره مش بشكل كويس معاها هي، بس فكره زي ما قلنا هانس فليك ان هو عايز يطبق طريقته اللي هي بتعتمد دايما على الرقم 6. الرقم 6 عنده هو اللي فيه الكارثه زي ما انت قلت. وانا ذكرت الموضوع ده، هل كيميتش هيجي دي انت ذكرتها، هل هيحتاج لفرانكي دي يونج ان هو يجهزه وخلاص تلعب انت 6 بعد اصابه جارس تقريبا، لانه تقريبا اسمه حاجه جارس يعني، انا مش فاكر اسمه فعلا، لكن بعد اصابته بالرباط الصليبي دي مشكله، ولسه بحاله بتاعه والله اعلم هيبدا امتى. في عنده كوبارسي اللي برضه من ضمن اللعيبه اللي طالعين من الاكاديميه. انا بارسنال انا الوحيد يمكن عارف اللي في خط الظهر اللي بيعجبني بالدي سريع في كويس، بس بالدي مش تعرفه، بحس ان هو يعني عارف يعني بيلعب ايه، او مش هقول لك تعالى على الكوره، بس اللي هو انا حاسه بيلعب او هو شايف ان هو عنده امكانيات اعلى من اللي هو فيها، ما اعرفش انا بحس كده يعني فاهمني بيجي نفسه يعني حاسس نفسه ان هو فان دايك مثلا. اللعيبه دي هو مش وحش مش سيء، بس ما مستواه ما فيهوش برضه كونسيستنسي قوي انا بالنسبه لي. حلك انت اللعيبه دي كلها في نصهم طالعين من اكاديميه برشلونه، فما فيش عندهم سوبر خبرات. ايوه طبعا الدنيا فرق طبعا ده من ضمن التحديات. أيوة بس انا لازم ما انا بقول ده انا انا مش مزايس، انا اقول كده اللي انا شايفه عايز خاطرتي انا الشخصيه كرايي الشخصي، هيزيد الناس اللي في النظره الثانيه طبعا دي ماشي، ما هو كل ده مع الوقت هيزيدوا خبرات. انت بتعمل تحدي جديد في ان انت بتعتمد على لعيبه صغيره. انا بقول لك ما هو في منهم ما يبقاش انا قلت لك كلهم بقول له ممتاز، بدري ممتاز، جافي لو رجع للمستوى ما اعرفش هيرجع طبعا، الله اعلم. السلامي بتبقى اصابه يتصور، مش كل اللعيبه بتعرف يعني ترجع منها يعني كويس. بلدي انا بشوفه مباشر من ساعه بقى فتره جدا، عنده سرعات لو عرف يستغلها، وخصوصا ان هانس فليك بيحب ايه يطير الجناحات دايما، لان في مدربين كتير بتعتمد ان الباك رايت والباك ليفت يبقى كانهم هم الوينجرز بتوعك كده. كوبارسي هو من النوع ده. كوبارسي اوف ديفندر محترم جدا، مش شاب صغير خالص، كويس جدا، بس مش قادر برضه يثبت نفسه في الحته بتاعت رقم 6. وانت هانس فليك رقم 6 فاكر لما انت الحلقه اللي فاتت جيت قلت لي وتقييم اللعيبه وقعدنا نتكلم وهنعمل وجيت قلت لك 6 لازم يكون دلوقتي في الكره الحديثه عنده امكانيات عاليه في الرؤيه والسكاننج، او 6 هو بيعتمد عليه كده انه يبقى هو المحرك في ايه، المحرك لما يجي ينطط عيني يعرف يوجه اللعيبه. اول لما تلاقي رقم 6 ده ضغط وانطلق من مكانه وراح يضغط على السنتر باك اللي قدامه، اللعيبه تبدا تضغط معاه. هو عشان كده احنا بنقول هو المحرك الاساسي بالنسبه له غير اي حد تاني. ساعات الناس تعمل الهاي بس بدايه من اسكا، بعد يبقى هيفضل يواجه مشاكل طول ما هو لسه مش لاقي رقم 6 في اللعيبه. بالظبط اعتقد لانه هو 4 3 1 ايه انه كان بيجيب واحد من العود فينتر مش مكانه، حتى لو هي ال 4 2 3 1 وقت ما ظهرت كان دايما تحس انه بيلعبها دايما 1 6 و1 8 لو بنتكلم بالواجبات يعني، كان دايما بتبقى كده. لكن هي الطبيعي بتاع الخطه دي ان هما الاثنين بيبقوا 6 اللي بيلعبوا في اغلب الاوقات للاسف. فحته 6 دي هي ضربه الحته بتاعت الايه البوزيشن اللي هي بتاعت الايه الاستحواذ اسمها هي دي بقى، وكمان ضربه له الالتقاط. انا زائد يعني طبعا حظ وحش شويه في الاصابات انا شايف كمان، لكن انا بالنسبه لي يعني نهايه عشان فاتت برشلونه بقى انا يعني قلت لك كل حاجه بالنسبه لي عندي انا سبب طبعا لو عايز تلي في حاجه. انا بشوف ان هو ماشي بشكل كويس مع برشلونه في ماتش كسبه 7، ده اللي بيدل ان هو المدرسه الالمانيه معاه شغاله، وانه نقل الفلسفه دي اللعيبه دي مهمه. برشلونه ما كانش كده، ما كانش بتلاقيه في بدايه الدوري بيكسب 7 ويبقى مغلوب كل الماتشات وبيرجع فيها، فدي حاجه كويسه اللعيبه بترجع في الماتشات يعني في روح عاليه. ماتش ال7 ده يبين لك ان الفلسفه الالمانيه وصلت للعيبه، يشربها للعيبه كويس ان انا ادوس طول ما انا كسبان خسران انا بدوس في الملعب، ريتمي عالي يفضل زي على قد ما هو. طبعا فاضل له حتتين، النواحي البدنيه هيفضل شغال عليها لحد ما توصل مع اللعيبه، وحته حي نص الملعب شويه، لان من الاخر نص الملعب هو الفرقه مهما قلت لي في اي فرقه يعني. وتحديدا مع هانس فليك زي ما قلنا بيعتمد جدا 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 على رقم 6 في حته الضغط العالي، لان الضغط العالي ده بيجيب منه اصلا او بيصنع منه فرص كبيره قوي للفرقه للتسجيل يعني عموما.
وزي ما قلت لك الفنيات معروفه. لامين يامال مش هتقدر تتكلم عليه. رافينيا ماشي بشكل كويس جدا. رافينيا برضه عنده كونسيستنسي ضعيف شويه زي ما انا يعني اتكلمت. اصابات برضه، اصابات اجهاد يلا روخو بس. ما انا فاهم بس قصدي جاي يعني مباشر. زي ما قلت لك بيدري انا بيعجبني ان بيدري بيعجبني وانه بيعجبوني جدا. انا وبعدين شايف ان هم ممكن تقول لامين يامال ناحيه اليمين وهو هيروح شمال، رافينيا مش هيقرب. مفيش كده، مفيش. والناس تقول لنا انا بالنسبه لي بشوف رافينيا لا بيقدم ناحيه الشمال بس بلاش استنسي نظر دي وانا وشحم مختلفين فيها. رافينيا ناحيه الشمال مش ما هو مش بس بقى كل اللي بيتفرج عليه ده طبعا يعني كل اللي بيشجع في زمان. رافينيا ناحيه الشمال مش هينتج. لا بس زيادة في لامين. انا اقول لك حاجه استنى، انا عايز اقول لك تاني. رافينيا كان بالك جاي منين اساسه في اول لما طلع ليدز يونايتد. فاكر لما كان في ليدز يونايتد كان بيلعب شبه راس حربه لو تاخد بالك. عارف كان بيلعب مركز عنهم، بيلعب اللي هو تحت راس الحربه عشان الله ينور عليك بالظبط كده. فانا بالنسبه لي هانز فليك اصلا طريقته الاساسيه انه بيتحسش بالوينج. الوينج دايما دور لجوه، دي طبيعته. وبالذات مع بايرن ميونخ كان بيطبقها كتير جدا، واكيد هيطبقها مع بارسا. لكن هو بايرن ميونخ ما هو بقى ده الاختلافات. كان عندك ناحيه اليمين دي بس كده كويس، ومعاه سيرجي جرابري بيخش لجوه يقوم فاتح جبهه الاظهره بتيجي. طيب هو نفس النظام اللي دي سريع ناحيه يخش جوه. بص عندك بتنس دايما ان في 3 اسحاب في القلب. ليفاندوفسكي وصراحه لا كان في حراب. ما هو ده فرق الاسبوعين بقى من غير انت بقى نص الملعب بتوعه. ما هو عشان كمان ما انا جيت عشان كده جيت قلت لك واجه المشاكل دي ايه السكواد فوجوريز اللي اتكلمنا فيه. ما بقول لك هي الاختلاف كده بقى يعني. بقول للناس وين الناس بتتفرج علينا وبتسالنا. فانا لما تسالني لا هقول لك هي دي طريقته المحببه. ان انا دايما الاظهره دي، وعلى فكره هي في الكوره ده الطبيعي دلوقتي ان الاظهره بيبقى ليها واجبات انها تخش كراس حربه تاني ومن هنا ومن هنا. ودايما كده 18 فيه بالظبط. الله ينور عليك. دايما 18 بيبقى جنب راس حربه الاثنين الوينجرز على اساس يعملوا كثافه. بس ال 18 طبيعي لاي حاجه عاديه جايه. فالفكره دي موجوده، لكن هي عند هانز فليك هي دي الرئيسيه. يعني في ناس كتير لما بيبقى عندك جامد انت بتطير مثلا في الاهلي عشان ندي مثال مثلا، انت ليه دايما بتطير علي معلول؟ ما بتشوفش الكلام ده مع هاني بس بتشوفه مع علي معلول. علي معلول دايما هو اللي بيتفضلوا المساحه عشان علي معلول هجوميا مؤثر قوي معانا. فهمتني؟ لكن هو هانز فليك ما بيهموش، بيعملها من الناحيتين. بيخلي الباكين او الظاهرين يلعبوا وينجرز، والوينجرز دول بيخشوا على شكل ايه؟ روس حربه دايما. بس يعني انت لو عايز تضيف حاجه دي فانا شايف ده انا مجمل. لان لسه هيبان. بص انا شايف ان احنا ما نقدرش كمان نحكم حكم النهائي ولا لعيبه الا بعد نهايه الدور الاول. على اخيرا انا لازم ابيرن يعني علشان برضو حته برشلونه انا بنتكلم فيها في هانز فليك ونقفلها هنا. انا ما بعترفش بزاويه البدايات. زاويه البدايات انا زي اشتغلت ما اقدرش اقول ان النتائج 5 ماتشات الحلو فيها جول. انا ما عنديش مشكله 5 ماتشات في الدوري دي حاجه كويس تكاد تكون مبشره. المبدئيا هو 5 ماتشات انا مش عارف تخيل هو لا 5 15 5 3 15 على طول هم واخدين العالم. كان اهم حاجه زي ما انت ما قلت الاستمراريه هيبان مع بقيه ماتشات الدوري. خد بالك برضه من ريال مدريد لسه مباتش. ريال مدريد لسه مسنكش امبابي. لا دول ممكن حلقه لوحدهم لان دول عندهم مشاكل كبيره قوي في الخط الامامي. الخط الامامي عندهم مشاكل كبيره. فينيسيوس مفهوم. لا في مشاكل لسه من مبابي مش عارف يولف نفسه في حته المواجهه. هي فرقه كان مختصر كده في الحلقه ده ما جبنا سيرتهم. طبعا بنتكلم عن الكره الاسبانيه. يعني الدوري الاسباني عندهم مشكله في الفرديه في الاداء بصوره. ليه بقى؟ ليه ما عندهم مشكله فرديه؟ لان انا بشوف ان انت دايما بتدي ادوار مركبه لامبابي وفينيسيوس جونيور. بتديهم دايما في كل الماتشات اللي بيلعبوها سويتشات. واحد يخش ينقل يلعب في مكان التاني والتاني يخش مكانه مهاجم وهكذا. فالحته دي علشان تتسنب واللعيبه تاخد مع بعض فيها توليفه وتتظبط فيها لازم هتاخد وقت. انت برضو انشيلوتي عنده تحدي كبير في الحته دي لان لحد النهارده ما حدش يتوقع ان في ال5 ماتشات بتوع بدايه الدوري انت كسبان 3 ومتعادل ماتشين. هو بص يعني ريال مدريد انا شايف ان بس ده برضو ما يعكس خالص النهايات. ريال مدريد في النهايات حاجه تانية والسكواد بتاعه عاطف وقايل من برشلونه ما مسافه ذات اللي عشان يزقوا دي بلاتي ممكن متابوش تقيل قدامي يعني. ده ريال مدريد عايز اقول لك لو معاه راس حربه ليفاندوفسكي ده في ريال مدريد يا بهوتي بس كان حل لهم القصه. لان هو ريال مدريد لحد دلوقتي عنده مشكله في الحته دي. خلي بالك هو بيلعبها دايما كانه راس حربه. انا برايك برضه ما عندوش مهاجم صريح بس لان امبابي يمكن مش واضح مش مهم. هو الحاجه النهارده فعلا ما عندوش مهاجم. ايوه ما عندوش. اي فكره ممكن يطلع مع السكه زي ما ليفربول بيعمل
ليفربول برضه عنده ليس دكه لانه مش مقتنع من مستوياته. هو راس حربة الصريح اللي هو كان تسعه الوحيد عنده. النهارده جاب له ايا كان ماشي. انا بتكلم ان هو بس ايه قاعد وبيلعب جوتا مش راس حربة اصلا برضه، فاهم؟ هنتكلم برضه ان شاء الله. لا على اكيد البطوله صحيح يبقى ليها نهايه. مش يعني هي الكوره الاوروبيه ليها حلقاتها طبعا، بس احنا زي ما قلنا اي حاجه انك تجينا انت انا عايز حاجه تحديدا هكلمك فيها، يعني مفيش مشكله خالص طبعا بالنسبه لنا، يعني ده حاجه بتسعدنا يعني طبعا. طب انت شايف ان ناقص ايه هانز فليك في التشكيله بتاعته علشان يعمل تدريبات يخلي التشكيله بتاعته تطبق له الفكره بتاعته؟ بشوف ان هو محتاج برشلونه عموما كسكواد، بعيدا بقى من هانز فليك كمدير فني، لكن اكلمك انا كواحد مشاهد بيتفرج كوره ولا هو برشلونه ولا حاجه. الناس عارفه ان انت ما بقيتش الكوره، ما بتابعش برشلونه اهلاوي. لا انا طبعا وقت ميسي كنت ما بتابعش في برشلونه، وحب اللي انا قلت لك عليه كنتش بتابع حاجه في حياتي، اكتر متابعه اكتر من الاهلي يعني، فاهم قصدي؟ فبالنسبه لي عيش واللي حببني فيها الله يديله الصحه ويبارك له في رجله رمضان تاني وقت. ما انا بقول لك هو ميسي بس هي فتره كبيره، لا هي ايوه ما هي دي، ما هي حب ده مجنون ده، هي حب رهيبه كانت لبرشلونه. الناس كلها بتتابع برشلونه في العالم كله، ومش انا ولا انت بس ولا اي حد، الناس كلها فاهم. دول اصلا وايك عيتا بيتكلم الكوره، متعه الكوره ايه؟ ما هو ده اللي احنا بنقول ده ليه كوره، هم دول كانوا متعه الكوره يعني. ونلخص اي حاجه بقى بنقعد نتكلم كتير ونقول للناس ده وده، لا متعه الكوره مين يا جماعه؟ كان برشلونه. تقييم اللعيبه يا جماعه، وازاي تحرك برشلونه، ازاي اتحرك صح برشلونه، ازاي استلام بتستخدم برشلونه، ازاي دريبلينج برشلونه، ازاي فينيشينج برشلونه، ازاي اجيب الفرقه اللي قدامي في النص برشلونه، ازاي اخد السكند بول واعمل استحواذ عالي ولما تتقطع مني افضل افضل بسرعه برشلونه. اشرب من كل حاجه والله. بص ما انا قلت لك ونفسه لا احنا قلنا الادوات اللي ناقصه بقى. لما اجي اتكلم انا بالنسبه لي كمشاهد بتفرج، او واحد بيحب برشلونه او واحد بيتفرج، احنا الحمد لله بنتكلم في الكوره يعني عموما حتى مع الناس، مش عشان احنا طالعين بنتكلم يعني عاداتنا كلها وبنحب نقعد نتكلم في الكوره. فانا بشوف ان برشلونه لا البارسا محتاج باك رايت ومحتاج سنتر باك. لا خالص باك رايت مش ده برضه الباك رايت يعني. ايه ده لسه طالع عامل تصريح حلو قوي بسبب بطوله لا ما دي انا في شيء دلوقتي انا جايين فيها في الحلقه يعني هذا من نكتب، بس انا كنت بالنسبه لي حلو جدا في الازياء اللي هو بيلبسها. حلو فاشونيستا ممتاز يعني. لو هو يقدر في الفاشونيستا يبقى ممتاز والله العظيم يعني. يكمل وكفايه كده ليه كفايه والله اسمع مني. بس هو انا بشوفه لعيب عادي جدا. تخبط اللعيب مش هخبط اللعيب عادي مش بص اقول لك حاجه معلش يا سلام. يعني ايه نادي كبير ونادي متوسط ونادي قليل؟ صح يعني معلش اللعيب اللي هو مثلا كواليتي عالي جدا زي ما احنا كنا بنتكلم في الحلقه اللي فاتت عن اللعيبه وبتاع، صح؟ مش دايما لما بتلاقيه في نادي مثلا هو طلع في ناشئين نادي معين مثلا قليل، بتلاقي الدنيا كلها بتتخانق عليه. مين؟ الناس الانديه الكبيره. هي دي عشان يستحق ان ده يلعب فين؟ في اسم نادي كبير. هي الكوره كده وهي طبيعه الكوره كده. فانا لما بلاقي لعيب معين موجود في نادي انا مش معنى كده ان خلاص بتبعه. انا اكيد هو لعيب كويس برضه في الاخر بيلعب برشلونه ميامي. وانس ان هو اعتمد عليه المدرب. ما انا بقول لك مش حتى ان هو ما اعتمدش عليه، وانس ان هو راح نادي برشلونه في الاساس فهو لعيب اكيد عنده امتحان كويس. انا بتكلم ان لا مع هانز فليك، ما انت بتقول لي بقى شوف هانز فليك محتاج ايه، فانا بقول لك كمشاهد وكمدرب. المدرب بيحب الاظهره، الظهير ده مش هيفيده في الخطه بتاعته، فهمتني؟ بالدي يفيده طب معروف ايه انت فهمت قصدي؟ كرزاجز يفيد بالظبط. لكن بس هو دي حاجه ما عندوش غيره. ما انا بفهمك. بس انت بتتكلم باك يمين وباك شمال مفيدين قوي في الخطه زي ما احنا اتكلمنا، مهمين جدا بالنسبه له. من اسلحته في الخطه ان دول يبقوا جليك ماكينات عرضيات، ماكينات اسيستات، دايما طايرين لقدام. الكلام ده كله بيوصل للخط على طول اغلب اوقات الماتش. فانا بالنسبه لي بالدي يعمل الموضوع ده. كوندي مش قوي قوي في الحته دي يعني. كوندي ممكن يقف دفاعيا كويس، قامته كويسه، طويل، جسمه كويس، فاهم؟ لكن ان قوته مش هي دي اللي هجمه نص ملعب ان هي تطلع يعني. ومحتاج رقم 6 مهم. بس انا ده بالنسبه لي هو ده يعني. انا محتاج اشوف ان هو باك رايت وسنتر باك وواحد رقم 6 ديفندر تقيل. والشمال اكيد هو طبعا اللي هينقيه يبقى عايز الكاركترستكس بتاعته، الصفات بتاعته على ذوقه يعني. والشمال شمال لازم ممكن يدعم بلعيب طبعا تاني، لكن انا بشوف ده الاساسي قوي دلوقتي عشان يقوم نفسه بس، فاهم؟ لك انا بشوف الدنيا قدام لا ممكن هتمشي يعني. محتاج استمراريه ان شاء الله.
ودي الحاجات اللي ممكن يحتاجها يعني. محبة في حته هنا تختار عايز طلعنا عارف دي يعني، ويا ريت نكون بس احنا ايه كده وصفناه على قد ما نقدر. بس هو طبعا يعني مفيش وقت كبير ان احنا نقدر نوصف اكتر من كده، عشان كده قلنا نستنى واحنا بنشوف يعني. طبعا مع نهايه الدور الاول لكل المسابقات الاوروبيه زي ما قلنا هنجيب ملخصات وهنتكلم فيها. بس هي الدور الاول لسه شويه بس لسه شويه دول لازم نشوف الكونسيستنسي بتاع الانديه عامل ازاي ومين اللي بس في بتاع هانز فليك بالذات. انا بتكلم في العموم بقى في الكوره الاوروبيه يعني، عشان مش هنتكلم على برشلونه. لكن في الاخر اي حد بيقول لنا كومنت عايز نادي معين، عايز لاعب معين، عايز موضوع معين في الكوره يتكلم فيه، فاحنا بنظبط كده طبعا. ايه رايك في تصريح كوندي؟ طبعا بقى تيجي كوندي بس ده مش كوندي بس انا هجيب لك التصريح بتاع كوندي بما اننا كنا في برشلونه وهو برشلونه وكون في التصريح. طبعا دي بقى الجنايه دي هتخلص على فين؟ تصريحات الشامبيونز ليج دي كارثيه بالنسبه لي، اول مره اشوفها في الكوره الاوروبيه. ايه اللي بيحصل؟ النص دي هتكمل ولا لا؟ هي هتكمل يعني، ما ينفعش ما تكملش. تكمل ازاي؟ ما ينفعش ما تكملش. سبونسرز وفلوس سياسه واقتصاد. سياسه دايما وريت كليه سياسه واقتصاد. هي انا مش عارف الصراحه، نظام غريب جدا. انا لحد دلوقتي ناس كتير جدا مش فاهمها. انا بقعد انا فعلا طبعا انت عامله دوري وقسمه كاتيجوريز، طب ايه ونزود عدد الانديه؟ طب معلش في انديه دافنه انا مش شايف لها اي نسبه من هو دي خالص يعني. ده هل هو بيعلي مش انت الغرض في المنافسات دي ان انا اعلي؟ حتى سامو لقيته على فكره، انا مذاكر الحديث ده، سامو لقيته جاي لما لقى النظام ده اتكلم قال لك طب ما في افريقيا حان الوقت ان احنا نعمل زي البطولات الاوروبيه. لا دي تبقى كارثه هنا، وانت هتدخلني مين؟ ده دوري الابطال بنقول عليه ضعيف. احنا اهلاويه بنقول لك عليه يشتغل كل حاجه. سيبك من الشيء. ايوه بتقول عليه قادرين. لا احنا مش قادرين عشان في مصر ماشي. سيبك من السوق طبعا ان لازم دوري السوبر الاوروبي وبرضه مش قادر. هم بقى طالعين يتكلموا يقول لك اول مره اشوفها في الكوره الاوروبيه كوندي قال لك احنا هنعمل اضراب، واعتقد ان هو ده الحل. كيفن دي بروين قال لك انا ممكن ساعتزل قريبا يعني بيهزر. برناردو سيلفا قال لك مش من الطبيعي ان انا العب كل 3 ايام ماتش بدايه من شهر 10. هم الاهلي يقولوا ايه يا عم؟ هم انا لقينا في مصر يقولوا والله دول ابطال. انا معلش كلمه حته صغيره بس اوضح فيها للناس. بطوله اوروبا كده سريعا يا جماعه، النظام الجديد عشان في ناس كتير قوي مش فاهمه ايه بيحصل. طيب بطوله اوروبا الشامبيونز ليج يويفا عملوا نظام جديد السنه دي. هنرجع شويه فلاش باك في حته ان الموضوع داخل فيه سياسه وحته اقتصاديه كده، بسبب ان خلافات حصلت بسبب الدوري السوبر الاوروبي، بسبب ان اباطره الانديه بتاعت اوروبا لما نجوه سيطرت وقدرت بشتى الطرق ان هي تلغي الدوري السوبر الاوروبي، لان فعلا كبار الرؤساء الانديه ليهم نفوذ ان هم يقولوا ليهم نفوذ يقولوا لا، لان حرفيا الاعلانات والسبونسر والفلوس والدعم وكل ده هم اللي بيتحكموا فيه. فقدروا فعلا ان هم يلغوا الدوري السوبر الاوروبي. فكان من الفيفا واليويفا هو ان احنا هنلاقي لكم حل علشان ننفذ اللي احنا بنقوله بس بطريقه او باخرى، الا وهو ان احنا نغير لكم نظام البطوله، هنضرب لكم نظام البطوله. طب نعمل ايه؟ قال لك بدل ما كنا هنبتدي 32 هنزود 4 فرق ب4 مقاعد بدون دخول في تفاصيلهم، لان انا لو قعدت اشرحهم من الناس مش هتستوعب. فبقوا 36 فرق مقسمين ل4 مجاميع، كل مجموعه الكاتيجوريز اللي بقت عامله 9 فرق يعني كاتيجوريز. فرق درجه اولى فرق درجه اولى درجه ثانيه درجه ثالثه درجه رابعه. تمام. المجاميع الاربعه مقسمين ل9 فرق، كل فرقه هتلعب قصاد الفريق الثاني 8 ماتشات، 4 هوم و4 اوي. لا ما فيش رايح جاي بقى، مفيش رايح جاي يا جماعه. ما بس الناس مفيش رايح جاي. انت هتلعب 4 ماتشات 4 جوه ارضك. انت الليفر بيلعب ميلان بره زي ما كان بيلعب كده، هيرجع الماتش الجاي يلعب مثلا فرقه ثانيه على الارض، خلاص لعيبه تاني مش لعيبه بينا. انا ايليس هتلعب مع ليفربول يعني هتقيس فرقه هتلعب المنافس مرتين. انت هتلعب 8 ماتشات 4 على ارضك تحت بند تكافؤ الفرص. هم حاطين ان البند ده ان انا هلعب 4 على ارضي 4 بره ارضي ده هي كامل على الفرق، مع ان انا بشوفها غريبه السبب. سيبك بس انا اقول لك كسبنا وخلصنا خلاص اول دور، بناخد منه اول فرقتين في كل كاتيجوري. تمام. هيعملوا 8 فرق. ال8 فرق دول هنبص للنقط بتاعتهم، ونبص بعد كده لو هم متساويين في النقط هنبص لعدد الاهداف ومين دخل فيه اكتر ومين دخل بره ارضه ومين دخل في ارضه، وهناخد اول 2. تمام. طب من 9 من فرقه رقم 9 بيصفوا عشان في بيصفوا. ما انا هقول لك من فرقه رقم 9 لفرقه 24 هندخلهم بطوله ثانيه، او مش بطوله ثانيه، تصفيه ثانيه.
التصفيه الثانيه دي هيطلع منها 8 فرق بنظام اللعب رايح جاي، بعد ما نخلص فرق من 9 ل 24، ومن 25 ل 36 دول كده بره خلاص، بره المنافسه ان هم ما وصلوش. من 9 ل 24 هنعمل زي فرقه قرعه كده تنافسي هنلعبه رايح جاي، والثمانيه اللي التصفيه هيطلع منها 8 هيطلع 8 يضموا للثمانيه الاولانيين بقوا 16. لحد اللحظه اللي احنا عاملين فيها الفيديو ده واحنا قاعدين معاك هم مش عارفين دور ال 16 هيمشي ازاي. انت متخيل؟ انا بقول لك انت بص انا لحد النهارده مش عارفين والله يا شيخ. انا قريت من 3 مصادر، قريت النظام البطوله في 3 مصادر و3 مصادر كبار، من ضمنهم يا جماعه حتى اوبتا اناليسيز. يعني اللي عايز يخش ويتابع هسيب لكم المصدر تحت في الكومنتات. اوبتا اناليسيز ده من المصادر المواقع الكبيره جدا اللي تقدر تاخد منها داتا. قريتها بدل المره 3 و4 ومش قادر افهم دور 16 هيمشي ازاي. هو بس الفكره اللي كانت متابعه اعتقد ان دور 16 هيمشي عادي، بس هو الفكره ان في التصفيه دي ووقت لما يظبط خلاص وقت الماتش كارثه ان كل 3 ايام ماتش، ان خلاص انت داخل شهر 10. وده الكلام اللي قاله برنامج سيلفا، قال لك انا استحاله انا بقى مفيش حاجه اسمها ان انا العب كل 3 ايام ماتش. انا بقول لك لعيبه مصر تقول ايه يعني، سيبك من النظام وسيبك من اي حاجه، لان والله الناس كلها انا عايز اقول لك الجزيره وهي مطلعه النظام على يعني الجزيره بتذيع ماتش بي ان سبورتس عادي، بين سبورتس بين الشوطين مثلا في تشامبيونز ليج الاخيره دي، وهي بتطلع النظام وتقول ده فوق وده واخد بوينتس وقسمناهم كاتيجوريز، وهم نفسهم هم عايزين يشرحوا للناس هيوصلوها للناس ازاي، هم مش عارفين، هم محتارين انا اعمل ايه ولا ما اعملش ايه، فاهم؟ فهو طبعا معمول عشان سبونسرز وموضوع مادي بحت طبعا. المسيشات ان ده كله خبط تحت الحزام كتير في انا بقول لك طبعا الناس فاهمين والله اكيد، بس يعني احنا زي ما بنقول مش بنتكلم كتير قوي في الحته دي. الراجل بنعديه اشيل بلاتيني طلع اتكلم بنعديه يعني. انا بقول لك يعني مع ان هو برضه ان الراجل ده المفروض ما يتكلمش ما يقولش حاجه، ده الراجل طلع بفضيحه، فعلشان ياخد حقه بيطلع بتصريح ويقول لك ده نظام عادي زي انا عشان كده بقول لك هو مش احنا مش بنبص للكلام ده كتير هنا، لان هو ده اصلا وجع دماغ. انا بعتبره يعني الكلام اللي هو بره الكوره ده وجع دماغ. احنا لينا اللي حصل قدامنا احنا مستغربين، لينا تصريحات اللعيبه بقى هي دي اللي انا اتكلم فيها، هي دي اللي انا لما اجي اقول شوف اللعيبه بتاعت بره بتقول ايه وشوف انتوا بتعملوا في لعيبه مصر ايه. يعني الحته دي استوقفني ان انا لازم اخرج، حتى لو الحلقه دي المفروض ما اجيبش سيره الكوره المصريه مثلا خالص، لا في تفصيل حته كارثي. استكمالا للبوينت اللي انت بتتكلم فيها دي، بسبب الموضوع بتاع الويفا الجديد ونظامه، بيقول لك ان اللاعب الطبيعي المفترض يلعب في السيزون من 50 ل 60 مباراه. ايوه ده معاهم صح. اكتر من كده انتوا كده بتعملوا كارثه على اللعيبه. فبقى شوف انت قيس بقى ان الحته اللي انت بتقولها، قيس على في مصر احنا بيعملوا ايه، وقيس بقى شوف بيلعبوا كام ماتش في السيزون، خلص امتى. كل دي قال لك هيبقى في اضراب تمام. حلو ايه قال لك كده، قال لك ربما سيكون الحل هو اضراب اللاعبين. بيقول لك كده، بيقول لك بس عايزين نوصل قايل كده في التسويق، بس عايزين نوصل لشكل ما بين اللعيبه ان احنا ننفذه. انت متخيل يعني انهم ما بيتكلموش وما بيهزروا؟ ساعات دي كذا لعيب ورا بعض المواقع كلها بعتها لك على طول التسكين، وبعت لك ما عادش يصدق. وانا بصراحه دي بروين، برناردو سيلفا، هالاند، كوندي، الناس كلها اتكلمت. الناس دي ممكن معلش الفرقه الواحده عندهم كام بطوله في السيزون؟ هي نفس الكلام. انت لو بتخش بتلعب الكاسين في دوله، ما هو الدوري والكاسين بتوع المدارس دايما بيبقوا كاسين، ماشي انا بتوضح. وفي دوري اوروبي مثلا في تشامبيونز ليج، لو احنا بنقول ده بياخد ده مثلا، يعني الاول 4 بيبقى فاضيين او اول 2 حسب. على فكره الدوري الاوروبي النظام القديم بالظبط كده. طب في دوري المؤتمر الاوروبي، حتى في انديه بتروح الدوري المؤتمر الاوروبي دلوقتي. انت عندك 3 بطولات اوروبيه، الدوري الاوروبي وفي دوري المؤتمر الاوروبي دلوقتي. يعني في ناس بتلعب عليه انه كان في فرقه كويسه لو هي كاتيجوري اي او بي بالنسبه او دي او 5 بطولات، تعرف 5 بطولات عارف 5 بطولات بتاع ما عندهمش بقى نظام مؤجلات شبه يعني دول ما بيتاكد لهمش ماتشات. هو فعلا حرفيا واحد زي لا بس هم عشان مظبطين السكيدول كانت تمام. هو بالنسبه لهم بقى لما يخش الشامبيونز ليج في وسط المعمعه دي كلها. بس اقول لك حاجه، كاس العالم للانديه 2025 هو اللي عامل القصه دي بقى كلها. حد هو ذكر برناردو سيلفا في التصريح الوحيد اللي ذكر، قال لك احنا المفروض نطالب بعد كل ده ان انا وانا بنهي الموسم اللي عامل كده او نلعب بطوله كاس العالم للانديه 2025 بنظامها بقوتها 32 فرق. اوبا تصدق دي انا كمان سقطتها. قال لك مش هيبقى فيها اجازه، هم بيكلموه كده. قال لك الموسم بعد اللي وراه مش هيبقى عندنا اجازه اصلا. ربنا كمان
بيفكروا في الاجازه. لا ما هو ليه مش شوط لكن جرام ده هو حقهم من الطبيعي بتاع بني ادمين. عشان كده بقول لك شوفوا بقى انتوا بتعملوا ايه في لعيبه ما عشان كده جيت كلمتك فيها ستاند دلوقتي. ده اهم نقطه ولازم اقارن، ولو مش هنجيب سيره الكوره المصريه فانا هضطر اجيبها. لا ايه ده انا بحب الاجازه. امال ايه اللي بيحصل لنا؟ لا ايه اللي بيحصل في اللعيبه هنا مش عارف. وازاي اصلا يعني انت فاكر التصريحات الاخيره للامام برضه عبد المنعم قبل ما يسيب يقول لك انتوا بتهلكونا وبتخلصوا علينا وبتاع؟ لا اللعيبه طلعت من اقل حاجه اول موسم هو يواجهوه طلع هو يقول لك احنا هنعمل اضراب ده ايه ده لسه ما دخلوش في المعمعة. عايز اقول لك دي وصلي في نهايه التصريح وقال لك ربما سنعتزل في سن 29 و30 سنه. لا بس لو بعدنا كده ما هو بيقول لك ما هو المفروض ان نظام الشامبيونز ليج ده مش هيتغير او مش هيتراجعوا فيه يعني ده حال يعني طبيعي. هو بيقول لك ربما سنعتزل في 29 او 30 من عمرنا يعني اللي هو انا خلاص عندي احساس ان هو مش او في حاجه هتحصل تخلي الموضوع. لا هو ممكن هيكمل السنه دي عادي بس استحاله السنه الجايه اعتقد هيبقى في لغط كبير جدا ان هو يستمر على الشكل ده. انا اعتقد دي اللي انا اعتقد 100% توقعي الشخصي ان هو حتى لو هيجي في تعديلات هيغير بالشكل تاني بس يعني مش هيسيبوا القديم بس هيقوم عامله بشكل تاني. لكن ان هو يسيبه بالشكل ده لا ما اعتقدش يعني. يسلينا نشوف يعني احنا بس قلنا نقول للناس حته اللعيبه دي غريبه عمرها ما حصلت الكوره الاوروبيه ان احنا نشوف لعيبه طالعه بتشتكي من ما يبقى اوروبا هيب عايز ايوه بس الناس ما بتكرهش بس مصر تعمليه وفي مصر عالم ثالث والكوره هي كوره في مصر متاخره وكل حاجه. بس الرساله اللي احنا بنحب نوصلها او نوضحها ان الطبيعي اللي بيحصل في كل حته هو ان البني ادم ليه معدل طبيعي للجري، ليه معدل طبيعي للماتشات، ليه معدل طبيعي للراحه الريكفري طبعا، وليه معدل طبيعي للريكفري. غير كده عبث. انا فاهم احنا عايزين نوصلها للناس انا بقى بطريقه تانية اللي هو نعذر اللعيبه المصري بقى. في اوقات احنا كنا بنيجي برضه على اللعيبه المصري الحته دي ونقول ايه كلمه الاجهاد. لا اجهاد، وخصوصا مش اي نادي فعلا كان يقول اجهاد. يعني معلش لما بيطلع نادي ما بيلعبش غير الدوري والكاس وكاس الرابطه بيطلع يقول لك اصل الاجهاد اصل مش عارف كنا بنتكلم. لا ده فاهم يا اسلام ايه ده كده بيهزر او بياخدوا ايه الحجج بتاعت مصر. تقول ليه النهارده كابتن مثلا مش عارفين ودي فنيه نفس اللعيبه مجهده. لا لكن لما يجي حد بيتكلم في الاهلي لا الاهلي هو بيقول لك الاهلي تحديدا يعني حتى الزمالك مجهدين برضه اكيد. لكن انا كده في الاهلي تحديدا ان هو دخل في دوري السوبر ودايما عشان الاهلي بيبقى ليه بقول عليه اكثر لان الزمالك يعني ممكن هنتكلم عليه دلوقتي ان نفرز ان شاء الله فجاه نحضر اهو يمكن يعني زي ما بقول لك يا اسلام ايه الاهلي تحديدا ليه؟ لان الزمالك يعني للاسف بقى له فتره طبعا مستواه متذبذب والدنيا مش مستقره قوي. يمكن دي المفاجاه بقى ان انا خد بقى كبير هنتكلم في القصه دي شويه عشان هنلاقي كتير من الزمالك كان انت عن الزمالك. فانا بقول لك الزمالك طبعا كان بيطلع من بطولتك الاهلي بيوصل فاينلز كتير قوي. انت عندك كام اخر سنه في الشامبيونز ليج انت وصلت 5 فاينلز واخد منهم 4 طبعا القاب. فانت كل سنه بتوصل ان هي بتلعب بطوله من اولها لاخرها نفس الكلام بتنافس على الدوري فاهم. فانت الامور بتوصل ان هي كاس مصر بتلعب سوبر مصري. فالامور لازم الناس طبعا تعذر اللعيب المصري وتعرف ان الكلام ده يعني. وعشان كده الحمد لله يعني وقت سريع نقول الحمد لله بدات نوايا ايه لتغيير الشكل ده المصري والاستثناءات والحاجات اللي حصلت دي هنتكلم فيها في حلقه اكيد لوحدها يعني. طيب احد برضو متابعينا ده استكمالي يعني ان شاء الله ده اخر سؤال في الحلقه. كابتن سعيد منورينا كباتن وربنا يوفقكم. محتاجينكم بقى ايه تتكلموا عن الزمالك شويه وشايفين السوبر هيبقى عامل ازاي. بقى ده دخلت في حته صعبه قوي كابتن سعيد. السوبر الافريقي لا انت عشان سكت ليه؟ بس السوبر هنتكلم فيه طبعا. انا لسه كنت بقول لك بس يعني انا بالنسبه لي بشوف الزمالك عموما الفتره اللي فاتت دي كلها طبعا قدام هو شكل الكلام على الزمالك شويه قدام المشاكل. انا بقول لك يعني ده انا سبحان الله هو بقول لك قبل ما انت تمسك الموبايل بتشوف يعني انا حبايبي كتير قوي زملكاويه يعني حبايبي والله بيقولوا لي ما اتكلم فانا عايز اجي اتكلم يعني. بس بما ان يعني انت كمان قريت الكومنت دلوقتي والحلقه دي يعني يمكن استثناها يعني للفكره دي شويه وبالظبط فمفيش مشكله. واكيد السوبر برضه داخل علينا فطبيعي ممكن يتكلم عنه يعني. انا بشوف والله الزمالك اسلام الفتره اللي فاتت عدى طبعا بازمات كتير جدا. سيبك من ان انا اقول لك حل مجالس اداره والكلام ده كله لكن تظل الازمه الرئيسيه هي ازمات طبعا ايه ايقاف القيد دي. انا ايه طبعا لا طبعا هي اساسها مادي. لكن انا بقول لك ازمه ايقاف القيد دي بتبقى غير سن حتى لو
انا عندي ازمات ماديه وما عنديش ايقاف قيد، على الاقل بعرف اتصرف يعني، فاهم قصدي؟ عارف اجيب لعيب بس من المادة. ما انا فاهم قصدي، ما مش بس ما هو في انديه معلش بقول ان امكانياتها الماديه ضعيفه بس ما عندهاش ايقاف قيد. مش ان هو يهندل لاعب يهندل صاد باي كان يتكلم عن لعيبه. الزمالك عنده مشكله كبيره جدا في اللعيبه اللي بتمشي بالنادي، دي مشكله كبيره جدا بجد والله، ما بهزر. مقارنه بقى بالاهلي دي ما حدش بيتكلم فيها. الاهلي اللعيب لما بيمشي لو له جنين بياخده. اللعيبه في الاهلي ودول بيطلعوا بودكاست وبيطلعوا برامج. انا فاهم الكلام، انا بقول لك في الاخر ان انا لو انا امكانياتي ضعيفه كفلوس بس ما عنديش ايقاف القيد ده، هعرف على الاقل اتصرف اجيب لعيبه. انت فاهم قصدي؟ حتى لو جبت اللعيبه بفلوس قليله اجيب اللعيب بشكل معين، لكن اما اكون موقوف قيد اصلا، انت فاهم قصدي؟ ما انا كده ما هيأثر على مستواي الفني. ده مليون في المية، مليون في المية. بيبقى في لعيبه مثلا انا شبه الا انت هتمشي وبضطر اقول له مش هتمشي، ما عنديش اصلا، ما ينفعش امشيك وانا عندي القيد مقفول يعني. لكن طبعا هم مع الظروف دي يعني يظل طبعا في احتياج للعيبه كتير جدا. يمكن الصفقات الاخيره اللي عملوها انا شايف الزمالك يعتبر برضه ما عملش حاجه، ما جابش حد في الاخر. هو مش لاعب بس البولندي اللي من الدوري السعودي يمكن هو الابرز، وهو اللي بيلعب وينجر ناحيه الشمال. ولعيب جديد برضه، في لعيب جديد لا لعيب سنغالي اسمه نداي، بس ده ما حدش اصلا يعني ما مش معروف قوي، لكن ده لعب في السعوديه. وفي بنتايك ايوه اول باك شمال لا ده جاي من فرنسا، اعتقد ان هو يعني هيبقى كويس برضه في الناحيه الشماليه. خلاص ده موجود في وسط ومعاهم اللاعب الفلسطيني عمر برضه قدام. اللاعب الفلسطيني جاي من الدوري السعودي. هو عرفوا يجيبوا كذا لعيب في الحته المحتاجه. طبعا هو باك شمال، طبعا بعد الازمه بتاعت فتوح دي كان لازم ان هو يجيب باك شمال. وطبعا عبد الشافي كان بتاع بيلعب دوري، سمعت ان عبد الشافي بيقولوا له لا مفيش اعتذار، عبد الشافي هيكمل وبلاش. هو ده بقى ده اللي انا بحب ان انا بجيب له الرساله وهيجي فعلا بجد والله العظيم. عبد الشافي ده جمهور الاهلي بيحبه اكتر من جمهور الزمالك والله العظيم، ما بهزر. عبد الشافي ده اسطوره. عبد الشافي ده اللي يتقال عليه اسطوره طبعا، ده اللي يتقال عليه اسطوره. عارف يعني ايه لقب اسطوره؟ لعيب مؤثر جدا، لعيب كورته حلوه جدا، لعيب عمرك ما سمعت له صوت ولا في منتخب مصر ولا في نادي الزمالك. لعيب ما فيش حد بيختلف عليه من الجماهير، سواء اهلي الزمالك اسمين اي حد حاجه. بسم الله ما شاء الله عليه يعني، ربنا يحميه ويرجعه بالسلامه، ويا ريت يبقى قادر ان هو يلعب فعلا يعني بعد الاصابه. دايما ما بيأثر، يستنى يقعد دكه ما تلعبش ما يلعبش. لا وهو اصلا الموسم اللي هو جاله في الصليبي ده هو كان اصلا نضيف بلاش مع الزمالك، اللي هو انا هلعب بدون مقابل مالي وراعه للنادي يعني. ما شفتش حد بيحب نادي في صمت زي مش مشكله. هو ده اسطوره، ما هو دي اللعيبه اللي بتقال عليها اساطير يعني. بس عموما عشان يعني ما ناخدش وقت في حته الزمالك دي ونخش سريعا على ماتش السوبر شايفينه ازاي. يعني هي دي الصفقات. طبعا مثلا حابب اكيد ان الجزيري كان محتاج ان يبقى له بديل، لان ما عندهمش بديل خالص. فهنشوف طبعا المدرب الفلسطيني ده يعني هيقول ايه. طبعا احنا مش شايفين ان هو مثلا ايه ارقامه جامده، لا هو بالعكس الناس لما جابوا ارقامه ضعيفه يعني. كان حته تيم بتسالني ستيد او اي حاجه مهاجم فلسطيني، لا هو راح التجربه دي مش حاجه عشان التجربه دي انا نورت معاه ان ده مش هيفضل مكان اجنبي يعني. انت فاهم قصدي؟ ده في البدايه. وطبعا عشان تجربه الاهلي نفهم الموضوع طبيعي، خلي بالك كذا نادي بدا يفكر في الحته دي وهي بتحصل بقى لها سنتين ثلاثه في الدوري المصري. خلي بالك تاخد بالك والزمالك شاول مره يعملها يعني جاب الساك حمد بس ماشي، مش عارف اسمه ايه، حمد الفلسطيني برضه بس ما تعلقش يعني، او ما خدش فرصه صريحه مع الزمالك وماشي يعني. ما اعرفش هو لسه موجود ولا لا، بس يعني هي في الاخر انا جايب صفقات او معقوله شويه، بس انا بشوف ان هي الوحيده الصفقه المؤثره هو اللاعب البولندي ده اللي هو ممكن هيجي يلعب مكان مصطفى شلبي مثلا او حاجه. لكن انت عندك زيزو زي ما هو، الجزيري برضه زي اللي هو المهاجم اللي لعب فيه. انا بشوف مثلا لا هيرفع قيمه موجود، بقول لك هيلعب مكان مصطفى شلبي عادي ان هو احتياطي، ايه المشكله؟ هيرفعنا ايه السنه اللي هيجي كويس في نهايه السيزون اللي فات. مصطفى شلبي كان انا اقتنع بيه. معنى كان بقول لك ان هيحصل اسلام دايما انت بتاخد ان انا بكلمك فيها اوقات رايي الشخصي ايه وهم جايبين الصفقه تعمل ايه. انا بقول لك جايبين الصفقه البولندي ده هيجي هيلعب اساسي صور، بس هو ده اللي بكلمك فيه. البولندي ده هيجي يلعب اساسي والراجل بتاعي وده ان هو معاك الشمال يعني، فاهم قصدي؟ لكن يظل الزمالك قبل ما اخش لك في السوبر اكتر لعيب انا بشوفه حاليا في الزمالك يعني ناصر ماهر اكتر من زيزو يعني. لا انت اتكلم بقى شويه عن مباراه السوبر كده ممكن ابقى خش بقى. انا دايما بقول ان ماتشات الزمالك والاهلي بغض النظر عن المستويات اللي بيبقى فيها الاهلي او الزمالك مالهاش ثبات. هتقول الكلام اللي نتعرف عليه يعني السبب لا مش عارف
بس انا اقدر معاه دي والله انا بجد. بس هو الكلام ده مش حكما في الزمالك ولا عشان احنا بنحاول نرضيه ويجي، لا فيش حاجه كده. احنا نتكلم ماتشات الاهلي والزمالك بغض النظر عن المستويات، بس احنا ما نتكلم كوره مالناش علاقه بقى انتماءات. بغض النظر عن المستويات. الاهلي بيبقى سعادته والزمالك بيكعبه بيركب والعكس صحيح. الاهلي طبعا في الفتره ديت يعني راكب بسكوات كبير ومحترم، الناس كلها خلاص عارفه الاهلي مين فيه. النهارده ما شاء الله بيأكد المستويات القويه اللي بادئ بيها، ماتشين جورماهي رايح راجع. ولكن هنقول ان الزمالك محتاج ايه؟ ما اعتقدش انه في الفتره دي محتاج غير ان هو يفوق اللي موجودين في الوقت الحالي. عنده لعيبه موجوده قديمه في البراءات، عنده زيزو وعنده عبد الله السعيد. احمد حمدي لما يرجع من الاصابه دي كانت فكرتي الوحيده ان احمد حمدي ما يتعاقدوش معاه لان اصاباته كتير، وقلت كده الناس كتير تعرفها وزملكاويه بس استحاله يجي ناصر ماهر زي ما انت موجود. دول اللي ممكن يشيلوا الفريق ويرجعوا الفرقه تاني. شيكابالا طبعا الفعل هترجع الزمالك يبتدي يقف تاني على حيله. طبعا بنقول قدام اكيد هم مش محتاجين اكتر من ان هم يفوقوا من اللي هم فيه بشويه تحفيز. طب ودول اعطيك انا بقول لك حاجه، الزمالك عايز حلقه كبيره قوي عشان نتكلم اصلا الزمالك كزمالك مش في التوقيتات. يعني كده كومنت جاي خلاص بيكلمنا عن ماتش السوبر، فاحنا هنكلمه فعلا عن ماتش السوبر بس، وهنكلمه سريعا عن مستوى الزمالك زي ما احنا بدانا كده. لكن الزمالك له حلقه والله بوعد جمهور الزمالك مش عشان حاجه، له حلقه كبيره قوي. هو الزمالك يستحق كاسم نادي الزمالك يبقى في الوضع اللي هو فيه حاليا هم في السنين الاخيره ولا لا؟ انا طبعا يعني بقول لا طبعا سيرك مليون في المية. وليه بقى واقف في الحته دي وهيفضل واقف في الحته دي، وايه الحلول اللي تخليه يروح في الحته دي؟ فاهم؟ عايز ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. يعني انا ما بنحبش، يعني بنحب الاهلي بس، والاهلي بالنسبه لنا هو رقم واحد، بس ما نكرهش ان الزمالك يكون واحد. بالعكس التنافسيه دي هتعنقل تشان الكره المصريه، وده اللي احنا جايين بنقوله. ما بحبش الزمالك في الملعب، وما بحبش ان الزمالك يكسب الاهلي او يبقى كعبه على الاهلي. ده طبيعي، ده انا مش زي وده الاحر الطبيعي اللي موجود. بس احنا عايزين التنافسيه تبقى عاليه. انا مش عايز ان نادي الزمالك دايما بعيد عن الصوره دايما، لا انا عايزه دايما في الصوره. يعني انا بالنسبه لي وجود الشبه حواس اسال الورق هي الكوره متعه ليه؟ ما هو ده هنرجع تاني لموضوعنا واللي بنقوله دايما، هي الكوره لو انا ما لقيتش الزمالك جامد وما لقيتش بيراميدز اللي طالع جديد ده هو بينافس وعايز ينافس ودايما جامد، ما لقيتش الاسماعيلي عايز يرجع لسابق عهده، ما لقيتش الاتحاد زي ما اتكلمنا عليه في حلقه الاتحاد اللي كان يعني الناس هتشوفها قريب، عايز الاتحاد زي ما انا قلناها لما اروح انا كاهلي او زمالك او اسماعيلي اروح ملعب اسكندريه اروح نادي الاتحاد لما اطلع بجون ابقى فرحان او مظاهر. لا ما هي ليش هو ده اللي احنا عايزينه. وزمان هي كانت كده، خلي بالك من زمان عشان كده كانت الكوره ممتعه اكتر حتى في مصر، عشان كان كل انت مدينه بالجماهيريه وكانت الانديه الجماهيريه المعروضه في الدوري، كان الدوري ممتع. هنا الاهلي رايح الاسكندريه ماتش تقطيع الاهلي في المحل عشان نطلع ببونت، كان بيقول لك الدنيا فرح. الاهلي لما يروح بورسعيد مع المصري مسعد نور وبتاع والاجيال دي المنصوره نفس الكلام، فرق كوره. كانت اللعيبه دي كتير منها تلاقي منتخب، في لعيبه من المنصوره، في لعيبه من المحل، في لعيبه من الترسانه، في ما هو ده هو ده احنا جايين ليه، عشان احنا بنتكلم ليه اصلا وعاملين البودكاست ده ليه يا استاذ؟ عشان نقول الحتتين دول، وعشان نبقى عايزين الزمالك يبقى موجود، وعشان عايزين الاتحاد ما يبقى موجود، والاتحاد لازم مفيش مشكله. احنا اهلاويه بنحب الاهلي يكسب دايما، ده طبيعي جدا الانتماء في الكوره ده، بس طبعا الزمالك يكسب طول الوقت طبيعي بالظبط. لكن لازم برضه الحته اللي اتكلمنا فيها في اول حلقه، لازم يا جماعه لما نيجي نتكلم كوره وبس نتكلم بحياديه تامه، او بنتكلم بوجهه نظر فنيات كوره. احنا بنتكلم كوره مع الكوره دي حاجه ممتعه، انا بكلمك بنتكلم كوره بس اي ناس اللي يتكلم بس، ما هو ده الهدف والله. ما بنتكلمش كوره، احنا ما بنتكلمش كوره في مصر كلها. احنا زي ما قلت لك مين شاط ايه، مين عمل ايه، مين رد عليه بالبراءه، كابتن سيف زاهر تاني رغم ان انتوا تقعدوا لنا عدوات. لا مش والله كابتن سيف زاهر تاني نفس الكلام، بص في ورقتك ولما تيجي تبص في ورقته وكل واحد يبص لنص الكوبايه مليان. ف يا عم خلاص زين ولا انا مش هسيبه ولا اي حاجه زي ما قلت لك، حاجه مش هنسيب فيها ماشي الصور مش ما تطولش عن من الفروقات عشان ننهي برضو الحته دي. بشوف ان الفروقات طبعا على الورق كفتها تميل للاهلي على الورق في الوقت الحالي. كل الناس هتلاقيها تتفق على كلامنا ده ان على الورق حاجه وفي الملعب حاجه تانية. اللي بيبقى مركز واقف في ستاند اب على رجله مكمل 90 دقيقه كاملين هو اللي هيخلص الماتش الحساب. اللي مركز واقف بيطبق تعليمات المدير الفني صح، واقف على حيله ومركز مظبوط، ده اللي الماتش هيبقى لحسابه. على الورق الاهلي فارق استقرارا اكثر
سكواد اعلى، عنده في الجبهه الواحده لعيب واثنين وثلاثه. ده الظاهر. الماتش نفسه نتائجه عامله ازاي ممكن الزمالك يفرق، دي دايما انا بقولها ان ماتشات الزمالك والاهلي ملهاش ستاندرد. وجهه نظرك انت؟ بص يعني انا مش بقول الماتش ده هيبقى صعب مش سهل على الفريقين، زي بقيه ماتشات القمه، وزي ما انت قلت قبل كده يعني مش لان ده موضوع، حتى لو زي ما انا كنت بقول لك في الاول بهزر معاك بقول لك ده كليشيه كده بيتقال معروف ان الماتش ده 50-50 والكلام ده. فعلا هو الماتشات كده كفه الاهلي قوي مين في ماتشات كتير جدا كانت، وفعلا بيبقى هو الافضل. لكن فعلا جوه الماتش خصوصا اللي بيبقى دايما بجماهير انت ما بتضمنش حاله اللعيبه جوه الملعب ممكن يحصل ايه فيه، لان حاله اللعيبه زي ما انت قلتها من شويه لو انت حصل اب سايد داون شويه في الماتش انت كده الفرقه بتاعتك طبعا بتبقى ايه اوت اوف مودير. لكن انا هكلمك المستوى الحالي زي ما قلنا على سكواد الاهلي انا مفيش مشكله. هضيف بس حاجه ان الاهلي التشكيله بتاعت بورماهي رايح جاي هي دي اللي هتلعب، مفيش لعيب هيلعب من الصفقات اللي جابها الاهلي في عطيه الله واللي ماشي بشكل مباشر. انا شايفه يعني مش الله النادي الاهلي ممكن هيبقى له دور، كبير جدا في ماتش الزمالك هي عطيه الله. ممكن هو مفيش اصلا غيره. ايوه لا ممكن ان هو يعني يبقى احتماليات ماتش يعني الماتش يمكن في الماتش لازم يبقى اسمي غير دلوقتي النهارده دي اسيست اهو بالظبط ما شاء الله يعني. فربنا يكرم في توفيق مميز اصلا، فيعني ان شاء الله هيبقى له دور في ماتش الاهلي والزمالك يعني في السوبر الافريقي. وعندك من الزمالك انا بشوف اللعيبه اللي بتبقى مؤثره. انا شايف ان عمر جابر بيقدم مستويات ممتازه، خصوصا انه بيلعب كمان في مركز زي مركزه بيلعب باك شمال لحاجه الفريق دلوقتي ان شاء الله. مركزه في باك شمال ليه باك شمال طبعا لان شحاته هو بيلعب باك رايت، ده اسرع على نص الزمالك جدا. نص الزمالك ضعيف جدا فدول مش في حالته نهائيا، رغم ان دول مش بشوفه برضه لعيب اللي هو عالي قوي لكن هو المفروض لعيب كويس. مستويات سيئه جدا بيقدمها بقاله فتره. الزمالك كان في حاجه كبيره جدا محمد شحاته في قلب الملعب او في نص الملعب كان هيفرق معاهم كتير جدا، لكن برضه للاسف لعدم وجود باك رايت في الزمالك فشحاته بيلعب باك رايت وعمر جابر بالتالي بيلعب باك شمال، وانا شايف انه عادي فيها بشكل كويس جدا ومستواه عالي جدا. ويمكن عمر جابر عارف من اللعيبه اللي اقولها لك ازاي اللي خدت في الرياض يعني اللعيب لما بيتعب هذا مش بيلعب مساك طول عمره في راسه ثبت وجنبه حسام عبد المجيد في الغالب. يعني انا مثلا هتيجي تكلمني اقول لك حسام عبد المجيد ثغره كبيره جدا عند نادي الزمالك بس الثغره لا عند الثغره من قناه بحسام المجيد بيستعمل الراجل انت طيب يا راجل زاد فاستايل السيستم الايكوي نفسه بالنسبه هو اصلا مش مكان مساك ده مبدئيا. اي حاجه حسام عبد المجيد ثغره كبيره جدا. انت عايز تقول ان حسام عبد المجيد احسن من المسلوسي او شوف لا المسلوسي بيمسك على الاقل المسلوسي كان جاي الزمالك مفيش مشكله خلي الزمالكاويه ترد عليه يعني ما زعلش. بس انا بقول لك حسام عبد المجيد ثغره كبيره. اقول لك حاجه بسيطه هقول لك حاجه بسيطه حسام عبد المجيد لو انت الاهلي عمل ضغط عالي في اول الماتش في نص الماتش في اخر الماتش اي وقت من الماتش الاهلي عمل ايبريس تمام على بلاي الزمالك وقف ان ذا واير بالز خصوصا يعني عن مسلوسي مثلا وراح على الليفت باك والكلام ده كله والكوره مع حسام المجيد هيدي لك الكوره رغم كان اللي انت عايزه. فبقول لك ايه هيطلعها مش هيزهل هيديها لك في رجلك. انا عارف بقول لك ايه لو قعد برايم ولا يعرف شو مش كانت هتفرشها هيديها لك في رجلك. انا عارف بقول لك ايه لو بينقلها مع ورا ماشي مش خلينا نتكلم في الواقعيه. انا بتكلم معاه بواقعيه جدا. انا عامل المسلوسي ده رايي مش مكان في هو ده اللي بيلعب فيه بقى قد ايه خلي بالك والله العظيم هم عندي وغطي الزمالك فيه جدا هيبان. انا بقول لك كده زملكاويه حسام عبد المجيد الميزه الوحيده عنده ضربات الراس قدام غير كده. انا حسام عبد المجيد وقلت لك في تحليل المنتخب الاولمبي قلت لك انا مش بقول حاجه انا بتكلم منطقه فن. حسام عبد المجيد في الطلوع بالكوره من تحت كارثه لو اتضغط عليه صح كوارث ده مبدئيا كويس. انا بقول لك زائد ان الزمالك عنده نقطه ضعف ومشكله في نص الملعب لان عبد الله السعيد بيضطر ينزل يؤدي ادوار دفاعيه جنب دونجا وللاسف طبعا مش لعبته ولا يسمح له ولا لياقته تسجل بالظبط وبيتاثر عليه جدا ان هو يفيد الزمالك قدام يعني طبعا. زائد عن كده هو هيبقى ناصر ماهر اكتر هو ناصر ممتاز لا ممتاز جدا واخد حريه والناس معزوه اي فايق. وزيزو طبعا كده مستوياته اقل خلي بالك بقاله فتره لكن زيزو ده هو عليه نوع من الاعمده بس في الفرقه طبعا يعني فهو يزال زيزو والجزيري برضه مشاهد نوعا ما لكن هو ده ملخص لفرقه الزمالك لان هي دي التشكيله يعني هي دي نص الملعب هيبقى فيه الناس دي في قصور شويه وقصور شويه عند حسام عبد المجيد لكن زيزو قدام نوعا ما مع ناصر ماهر ممكن يشكلوا خطوره. وزي ما انت قلت مصطفى شلبي انا مقتنع بيه 100%. انا بقول لك في الجانب بولندي مش هيبدا. انا بقول لك عموما عشان الناس بس عايز تعرف فبقول ده الصفقه اللي ممكن تيجي تبقى مؤثره قبل
بس ف يعني يمكن ده ملخص سريع جدا لو قلنا هنتكلم بقى عن قصه الزمالك وهو فين ودي، بس دي عايز بعد الصور الاول بنتكلم على الماتش طبعا اكيد يعني، لكن ده ملخص سريع ويبقى ماتش يعني نتمنى بس حاجه اخيره قبل ما نختم، نتمنى ان الماتش ده يطلع حلو يا اسلام، مش زي الماتشات الاخيره. على فكره الماتشات الاخيره كلها بتاعت القمه فنيا ما كنتش بتعرف، ما بحبهاش جدا يعني. مثلا اخر ماتش كاس لولا جونين اللي جم في اخر الماتش بشكل يعني ان هم ورا بعض وبتاع، وامام هو اللي جايب عشان لسه منتقل الكلام ده كله، هم اللي عملوا شكل شويه. لكن انا بشوف الماتش كان سيء فنيا جدا، والماتشات اللي قبل كده دي احسن بكتير، احسن القمه مستواها قليل كتير قوي الفترات الاخيره. وبتمنى ان هي ان شاء الله يعني باذن الله تعالى الماتش الجاي ده بتاع السوبر الافريقي نشوف كده وجبه كرويه لسه ان شاء الله نعرف نتكلم فيها يعني. ونتمنى طبعا كده في النهايه الفوز للفريق الافضل يعني طبعا، واكيد ان نتبناها اهلاويه اكيد يعني، بس طبعا الفريق الافضل اللي يستحق يعني كده ربنا يوفقه طبعا. و يعني زي ما قلت لك نأكد على حته ان احنا عايزين حاجه نشوفها فنيات كده ونشوف وجبه كده ايه الكرويه تمتعنا كده نعرف كمان نتكلم فيها يعني. الكلام معاك ما بيخلصش يا شيخ حبيبي والله هو ما يزهقش منه. انا حلقه النهارده ده مبسوط منها قوي، مش انت عاجباك ان احنا خرجنا من التدريب المصريه شويه انا بحبك كده وحلوه ان كان فيها سنباكي عندي هي فيها وضع كل حاجه. شيخ سامحني معلش، انا عارف ان انت بتحب، انا عايز ميال شويه للكوره في مصر ونفسك الكوره في مصر ترتقي، عشان عارف حاسس ان فيها حاجه بس وعلى بالله انا معاك، انا عايز زيك، بس انا بحب نظافه العين. انا بتاعي طبعا انت في العين بقى في الكوره بره. المهم يعني نتمنى كل زي يبقى فيها والله باذن الله ان شاء الله. نتمنى ما نكونش طولنا عليه حلقه يعني، فكره ان الحلقه ترفع عليكم وتكون لبينا رباطات متابعينا. وعايزين كده بقى دايما بقى انا النهارده انا والراجل ده اختلفنا على حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد. يا ريت ارائكم بقى كده في الكومنتات. ايوه اختلفنا في كوندي انت اختلفت في كوندي، انا شايف ان بقى كويس هو شافوا مناقش بس شافوا سواته. لا مش للدرجه دي، قلت لك اكيد لعيبه برشلونه هيبقى لهم وصفات معينه اكيد وامكانيات معينه. انا كده شايفه وانا هو اللاعب الباك رايت اللي هو يخدمك قوي ككوره ولا اللي هو يخدم طريقه هانس بس انت قلت وانس ان هو جاب برشلونه يبقى اكيد. بس انا قلت في الاخر ما هو في لعيبه كتير مش برشلونه بس حتى على مستوى اوروبا. انت بتقول الباك رايت مثلا الفرقه الفلانيه مش هو ده، الباك الشمال الفرقه الفلانيه مش بقيمه الباك الشمال مثلا اللي كان قبله، او مش بقيمه الفريق. طبيعي يعني ان يبقى ده موجود يعني. نستنى بقى ارائكم وكومنتات، لكن اهم حاجه ان الناس دي بتاعت يعني عن الاختلافات ديت. ارائكم بالذات بتوع الزمالك يا جماعه، حمزه المسلوسي احلى في مركز الباك ولا حسام عبد المجيد؟ تمام جدا. عشان انا بقول ان حمزه المسلوسي ما جاش وهو بيقول ان حسام عبد المجيد هو اللي ما جاش، فدي بقى عندكم يعني نختم حلقتنا كده. بس نقول للناس كان عاده مستنيين الكومنتات لان انت فعلا بتساعدنا، والشير طبعا اكيد اللي هينبسط ان شاء الله وهيستمتع بالكلام اللي احنا بنتكلم، الكلام الكوره اللي احنا بنتكلمه اكيد من نفسه يعمل الكلام ده. لكن هي دايما بنقول اهم حاجه الكومنتات لان بتسلينا دايما ان احنا لو حد عايز حاجه معينه بنقول له، بالتالي طبعا التفاعل بيزيد في الاخر. فنتمنى ان احنا نكون في فرق علاقه كده ان شاء الله باذن الله، وانتظرونا بقى في الحلقات الثانيه جاي باذن الله ان شاء الله. ماشي. اوعى تحرق الضيوف اوعى والله منك الضيوف قربت قوي يا جماعه ان شاء الله عليك وكمان معاك ان شاء الله باذن الله. حبيبي سولو حبيبي يا شيخ يلا بينا.